هلا يا جماعة الخير. اليوم معانا ريناد حبيبة قلبنا كلنا الهارتش الكبير. قلنا نقعد كده جلسة نشوف أخبارها، لأن أنا بقالي كتير أعرفها بس ما أعرفهاش. تفهمين يعني أنا أنا عارفة الشخصية دي بس عايزة أعرف أكتر لأنها كانت عايشة في عمان فهقرفك. هلا اوعى يا ريم ماشي. عندي شوية أسئلة كده هسألها لك. يلا بينا. تبقى حلوة كاتس. اول حاجه فقره حبوها. انا اعطيك 10 من 10 بجد؟ على ايه؟ جماعة الخير انا جاية بالزي ده وبصوا هي عاملة ايه، عاملة شعر بس انا قلت لك والختمه دي من امبارح. من امبارح دي من امبارح مش والختمه والختمة الحلفان ده غريب جدا. ايه ده حلفين انا. طب بصي بقى، اوكي انت عشتي سلطنة عمان، يس قعدتش كده زي يس عايزة اقول لك انا عمان واخدة حتة في هارتشي مش راضية تطلع ولا انا خلاص يعني بجد ولا عششت. أنا. فالسؤال هو ايه رأيك فيها وفي الناس الشعب الفايب الحياة دي؟ انا عايزة اروح النهاردة انا بجد عيط بجد. مش كنا عملنا النهاردة مثلا في صلالة؟ والله العظيم. يعني ايه الفكره الفجأة؟ انت جايه تقولي لي الفكره دي دلوقتي؟ انا اسفة والله العظيم ما رجعتش في بالي دلوقتي. فقولي لي بقى العيشة هناك كانت ازاي؟ انت بقالك قد ايه هناك اصلا؟ كنت انا قعدت في عمان 7 سنين. ماشي. اول حاجه كنت قاعده في الكرم. في القرب؟ اول حاجه عشت في الكرم. ماشي عند البي دي او. يا الله. انت كنت في حته هناك؟ لا انا كنت في الخوير. انت كنت في الخوير. اول حاجه عشت في الكرم، قعدت في البي دي او، وبعدين نقلت رحت قعدت في بوشر. كنت قاعده في حته جنب اسمها دولفين فيليج، جنب مستشفى مسقط. عارفه الحته دي؟ انا لما بفتكر دلوقتي مستشفى مسقط ماما ولدت فيها اختي. بجد؟ والله إيه من زمان قوي كده؟ اوكي. مسقط ولا مستشفى مستشفى صدقني مسقط. نسيت. يا بنتي اللي في أنهي بوشر. مستشفى؟ اللي في بوشر هي مستشفى مسقط اللي جنب مدرسه استني اسمها المدرسه ايه؟ ولا خولة؟ عزان بن قيس. اوكي لا دي مستشفى تانية. واحده خولة انا ممكن يعني انت قعدتي 7 سنين؟ قعدت 7 سنين. انت عارفه انا قعدت كام سنه في عمان؟ انت اتولدت هناك اصلا؟ انت اتولدت هناك؟ انا سمعت لك 25 سنه. 25 سنه. تخيل انت 7 سنين بجد ازاي عرفتي تطلعي من عمان؟ والله العظيم ما عارفه. امال انا اعمل ايه؟ مشكله عمان بتديكي احساس بالامان بطريقه مستحيله. بيت كده بيت بتحسسك بالامان فعلا. انا شفت فيديو ليكي انت بتقولي انا عايزه اعمل حاجه جديده لان عمان عامله زي كانها امي. ايوه انت دايما قاعده جنبها ايوه على فكره عمان بتدفيكي كده خلاص وبتحتضنك بقى والناس وكومفورت زون قوي. مش عمرك مش هتعرفي تتحركي. والله ما هعمل اي حاجه غير ان انا قاعده ابوسي في عمان. بجد تروحي تضربي لك شاورما من التركي خلاص تضربي. انا عماله احرك الميكروفون. ايه بوسي هيدخل يضربني. تمام. فانتي طول الوقت في عمان عايشه هدوء، سلام نفسي، العالم بتحبك. سلام نفسي. انت بتحبي الناس. كوكب زمردة. كوكب مختلف. سكر عارفه في حفل تاني. تمام. الحياه هناك تمام. فتحس ان انت لا خلاص انا مش قادره اعمل حاجه. جت بقى اللحظه اللي جوزي فيها اتنقل على شغل تاني هنا بقى. تن بقى اعمل ايه بقى؟ افضل هنا ولا اروح اجرب نفسي في دبي؟ وبعدين احنا كنا في دبي بقى ايه، كانت 24 ساعه. كنت انت ايه كل خميس وجمعه كنت تخطفي مشوار كده انت والعيال تطلعوا على دبي 4 ساعات. هو كله كده كل العالم كده اصلا. فابتديت ان انا قلت ايه لا اغرتني بقى اضواء المدينه. وابتديت بقى انا اقول لنفسي انه طب ايه المشكله يعني امينه جت ما نيجي واقعد معايا. شفت يعني انا شجعتها. هو يعني انا اقل منها بالظبط. هو هي احسن مني في ايه؟ يا سلام يعني اجي انا اقعد معاها. انا اهو هنا اهو نعمل انتر نعمل بودكاست. بالراحه على المايك بس عشان المايك هيتشم. الله العظيم الراجل هيدخل تمام. بعدين بقى قلت لا خلاص انا اطلع بقى من بعد تشيك تشوك. فاكره لما احنا اتقابلنا في تشيك تشوك؟ يا لهوي. اول ما شفتها قلت لها طاقه يا جماعه الخير. طاقه اقيمك 10 من 10 والله. طاقه وجمال وحلاوه. يعني انا تلاقوني عندي الطاقه بس مقلله شويه مينيماليستيك. بس انا الجمال والحلاوه. بس هي عندها الجمال والحلاوه. طب انا هسالك سؤال بقى. اتفضلي. انا بقى بشوف الفيديوز بتاعتك، يعني انت عايشتيني في عمان. انا متفاجئه على فكره الى الان انهم 7 سنين بس، لان انا افتكرت خلاص ان انا بقالي كتير مثلا جدا. عايشتيني وصفرتيني والكونتنت اللي كنت بتصوريه والناس والانتر اكشن مع الناس. انا عايزه اعرف بقى انت ازاي كنتي تعملي كده. بصي ايه الكلام ده بجد؟ ازاي عديتي الحاجز ده انك انت نزوه مثلا اللي هو شفتي؟ او ماي جاد نزوه. نزوه ايه الجمال ده؟ انا عايزه اقول لك ان انا اولا
انا عشان خاطر اولا احنا بنحب البلد ماشي، احنا صح. كنا بنحب عمان جدا. فكان اي مكان انا كنت بروحه الناس متقبلاني جدا ومتقبلاني زي ما انا، ما كنتش بحس ان في حد ينفر مني. فلذلك كنت انا لما بروح المكان واشوفه حلو والعالم جميله والناس حلوه وطاقتهم حلوه، فكان بيظهر ده للناس. ده غير ان انا اصلا هو انا كده يبوس مش بعرف اقولها زيها برضه، هي اشطر مني. والله العظيم مش جامده في الحته ان دي. انا لا كنت بحب دايما ان انا اوري الناس الفيديوهات بتاعتي بعيني انا، يعني انا كنت بصور ونفسي الناس تشوف اللحظه اللي انا فيها بعيني انا، لاني انا مش عايزه اكون ببقى بعمل فيديو خلاص. الناس اصلا اول صح. فيديو ليا كان في بركه الموز، بركه السبع، ما اعرفش تعرفيها ولا لا. في بركه السبع كنت انا رحت عملت فيديو كان بالموبايل كده، وقت لما كان تيك توك بتاخدي مقاطع خلاص، وبعد كده رحت عامله عليها فويس اوفر. الفيديو ده تقريبا كان جاب لي ساعتها 400,000 فيو. انا ساعتها كنت نايمه وصحيت قلت هم الناس ايه اللي عجبهم بس يعني؟ اتبسطت قوي. ايه يعني عارفه بعدين اكتشفت انه لا هم اللي عجبهم طريقه شرحي، انه يا جماعه رحنا جبنا لبن وطلعنا مش عارفه على وكلام واخدانا معاكي، فاهمه ده يلا نطلع مع بعض يس ومش عارفه ايه، مش اللي هو فكره ان احنا يلا نتفرج على المحتوى بتاعي وخلاص. لا لا انت لا فاهمه لا ازاي؟ مش كده. فكان الموضوع الناس حاسه ان هم شافوا طاقتي زي ما انا وحبوني زي ما انا، فلذلك الحمد لله ربنا كرمني وبصيت لقيت نفسي انه الموضوع ابتدى يكبر. بصراحه هو حلو بصراحه، يعني تقييمي لك 10/10 والفيديوهات دي. تسلم. السؤال ايه اللي خلاكي تيجي اللي هو صحيتي فجأة كاتس اللي هو بصوا يا جماعه الخير انا جايه دبي؟ ايه بقى؟ طبعا خدت وقت كتير جدا، خدت وقت طويل عشان افكر في فكره تبقى اوت اوف ذا بوكس، تكون بره عن الحاجه اللي انا بعملها، والا ما كنتش هاجي دبي. يعني انا جايه دبي بس انا عايزه اعمل حاجه تبقى حاجه تانية غير، يعني مش اي فيديوهات وخلاص، لا عايزه اعمل لي بقى ايدنتيتي، بورتفوليو كده. اللهم صل على النبي، انا منتظره البورتفوليو بقى. بورتفوليو عشان الناس تشوفني بروفيشنال. لازم حاجه بروفيشنال عشان اجي. فعندي واحد صاحبي نضرب له التحيه دلوقتي، اسمه عماد. خلاص ازيك يا عماد، عامل ايه؟ ازيك يا عماد، عامل ايه؟ بعدين قال لي لا لازم تغيري، لازم تجددي، مش هينفع تعملي نفس الفيديوهات، مش هينفع تعملي نفس الشكل. فقلت له، ففكرنا مع بعض وقال لي اعملي فكره حاجه متسلسله، يعني زي برنامج او شو يبقى ليكي انت. وابتدينا قال لي اشتغلي على الاسم واشتغل على كذا. ما كنتش بنام بقى، انا هعمل، وقعدت احط انت عملتي اسم وعملتي حاجات وكده؟ عيب عليك يا هو انت جايباني اقدمك من غير ما تقولي لي انت عامله ايه؟ والله العظيم يا جماعه الخير انا زيكم. هي قالت لي تعالي يا امينه، قلت لها انا جايه في ايه ما اعرفش، دي مشكله برضو فيا. يس انا قلت اخدكم زي ما انا اتخضيت وزي ما كل الناس اتخضت. طب انت هتقولي لنا دلوقتي ولا هتقولي امتى؟ تفتكري اعمل ايه بجد؟ اقولها دلوقتي؟ اصل انا عايزه اعرف. طب ما هو انا ايه يا جماعه بجد، بصي الواحد شغال مع ناس غريبه مش عارفه. طب انا اقولها؟ والله عايزه اعرف. ايه استني هقول اهو. ايوه اوكي. فكرت في حاجه ان انا طيب لما انا بعمل فيديوهات بتتكلم عن السفر بس، طب ما اجزأ السفر ده. يعني مثلا دلوقتي حلقه تبقى عن سفر، وحلقه تبقى عن مثلا الفاشن اللي هو لما انا بتكلم عن الاماكن اللي فيها لبس وكده، وحلقه عن الاكل وانا باكل وحلقه عن العيال، اماكن بوديها للعيال. فلو انا هعمل برنامج مثلا ممكن يبقى اسمه ايه؟ تخيلي كده. هو حاجه كوميدي اكيد. حاجه كوميدي؟ لا بس هي سامبل قوي، بس فكري 5 دقايق. لعب عيال، يعني لعب عيال في فاشن وفي ترافل، خلطبيطه والصلصه، كوكتيل. بصي بقى على فين يا ريناد؟ عشان انتوا بتسألوها على فين يا ريناد، فهي ريناد تتكلم. بس والله مفيش اي كرياتيفيتي. بصي هو بصراحه حلو. اصلك فاهمه السؤال الناس هتساله، لسه هنقعد ندور ونشوف اسماء على فين يا ريناد. على فين يا ريناد منها ان الناس تسال عليها بدل ما يقولوا لها ازيك عامله ايه، اللي هو على فين يا ريناد النهارده. على فين يا ريناد، على فين يا ريناد، على فين يا ريناد. طب والله حلو جدا. بس هتسافري بقى ولا؟ يعني هو مش مرتبط بسفر ولا مرتبط بقعده. انا برضو كاني انا ام وعندي عيال، فانا مش هينفع ان انا كل شويه اتنطط في حته. انت عندك كم طفل؟ انا عندي 3 أطفال. والله العظيم شابوه يا بنت انت يا شقايه. بس ده الشغف بقى. I agree. ده الشغف، ان انت تبقي شغوفه بحاجه، وان انت تبقي بتجري ورا حاجه، او ان انت تبقي ليكي عندك حلم، انساديات عايزه تطلعيها، فانت ممكن تعمليها حتى لو انت بتعملي ايه. انا بفكر من ايام ما انا كنت حامل بنتي في بطني كده، اللي هو لا انا مش عايزه اخلف وابقى قاعده جنبها. ما هو انا كنت لسه عايزه اقول بعدين نتكلم بعدين في الموضوع.
اصل انت شخصيتك زيي فاستغربت قوي انك عايزه تجيبي عيال. انت عايزه تقولي انت خلفتي ليه اصلا؟ اصلا لو كان الامر امري، لو كان في شيء بيدي كنت ارمي لك جزيره. منتج يا باولو خالص بقى، لان احنا كده حسينا على الاخر. كملي. ما شربتش النسكافيه. انا قلت اعمل زي اللي هم الناس اللي هم البودكاست بيطلعوا لازم يبقوا شاربين حاجه. ممكن اجيب ازازه الميه. ابقى ماسكه ازازه الميه. انت يا باولا ابوسي. بجد. انا عملت سمر. انا عملت حاجه. المهم يا جماعه انا بعيط. طيب الشغف. اوكي. فالشغف بقى وصلني ان انا لا لازم ابقى انا بسعى، لان انا لسه سن صغير، صح. ولان انا لازم اعمل الحاجه اللي انا عايزاها، لان خلاص بقى العمر بيعدي وبتاع، واحنا بنكبر بقى، وبوتوكس يا بوسي والفيلر وبتاع. لا ما تحطيش اي مش حاجه، هعمل دلوقتي، ما تعمليش حاجه. بعدين بقى هنعمل ولا ايه؟ ولا بعدين. وانا مش عايزه بصراحه، انا مش قادره خالص. ايه الابر اللي قاعده ايه بس ده؟ بتخلي الشكل حلو يبوس. ماليش دعوه بوسي، ربنا خلقنا بيه اللي هنعيش بيه. خلاص بقى. نديم نجمه؟ لا كتير اوت سو ماتش. لا بس شحات. هي نديم نجمه بتاعت الخاين. نديم نسيم نجيم. فقرة فكرة الفساتين اللي انت بتحبوها. أيوة هي اللي بتعملها، ومش عارفه مين نديم نسيم نجيم عشان تعرفوا. شوف معاذ الخير، عندي مشكله في الاسماء والله العظيم. بعمل ريسيرش في الاسماء قبل ما اطلع لكم والله العظيم بهذا المشهد. المهم خلينا نتكلم عن البرنامج. المفروض ان هو ان شاء الله باذن الله هيكون 4 حلقات. انا سميته برنامج عشان خاطر هو ده هو انا حلمت هو ده الطلع. انا حبيت، انا عايزه اسميه برنامج. هو بقى شو؟ لا انا اسميه برنامج. ايوه برنامج. تمام. برنامج هيكون اسمه على فين يا رينات. هيكون 4 حلقات في الاسبوع. حلقه عن السفر، السياحه، اللي هو الاماكن القديمه اللي انا بروحها، او اماكن جديده، او اي حاجه انا بكتشفها جديد هنكون بنتكلم عنها. في دبي حلو قوي. بدل انا قاعده في دبي دلوقتي، رحت انا بقى الصين بكره. عايزه اعمل على الصين. طب انا سافرت بقى امبارح مثلا، رحت على روسيا. هعملها على روسيا. انت فاهمه ازاي؟ طب رحت بيتك، هتعملي في بيتي. حلوه قوي، معروفه ايه خلاص يعني. الدين بيقول لك ايه. تمام. لا بس فكره. بعدين حلقه عن الاكل، اكلات مختلفه ولذيذه. وبعدين حلقه عن الفاشن يا بوسي بقى، والايفنتس والحاجات اللي بتحصل هنا في دبي، وخصوصا ان دبي كل 5 دقايق في فاشن. كل 5 دقايق في ايفنت. انت نايمه فاهمه، تصحي تنامي تلاقي ايفنت. في ايفنت. لا وافكار جديده بقى، وكل شويه ناس بتخترع فكره جديده وحوار جديد، فانت لازم يا بوسي تبقي في الحدث. صح يا بوسي. والحلقه الاخيره عن الاطفال، بما ان انا عندي عيال. حلوه دي على فكره. ما اظنش ان حوار الاطفال ده حد فكر فيه، بس انا لا فكرت فيه عشان خاطر انا ام كويسه، وعشان انا ام محترمه، وعشان خاطر انا متواضعه جدا. خلي بالكم، ام كويسه، ام محترمه. جيبي عيالك نسالهم. انت قاعده تقولي ده على نفسك. تحرجيني قدام الناس. المهم ان انا ان شاء الله باذن الله هيعجبكم جدا. all of the support يا جايز، و all of support يا جماعه، شير وسبسكرايب. انت هتنزليه على يوتيوب ولا انستغرام؟ انا اول حاجه هنزل فيديوهات انستغرام وتيك توك، وان شاء الله باذن الله ممكن انزلها لكم على ريل بتاعه الفيسبوك للناس اللي هم لسه بيحبوا الفيسبوك. وبعدين ان شاء الله هعمل لكم حلقه يعني behind the scene هتكون على يوتيوب. اما الريلز بتاعه اليوتيوب برضه هتكون فيها behind the scene، بس حاجات صغيره كده. لازم الواحد ينوع عشان خاطر ما يبقاش لازم تنوعي الناس عشان ما يبقاش the same everywhere, so the people will be will hate us. yes, will hate us and they will feel so boring. Exactly. You know? Exactly. I know of course and you know. So I have to renew myself. Exactly. نفسي. بجد renew الباقة. لا انت بقى مش شايفة ان المنافسة هنا شديدة؟ يعني انت شايفة انا موجودة قامة وحاجة كده كبيرة، فانت مش خايفة مني ان انا ما تعرفيش تنجحي بسببي؟ بصي انا اقول لك على حاجه. هو المنافسه طبعا شديده جدا هنا في دبي. يعني انت كل بين الخطوه والخطوه في انفلونسر، وبين الخطوه. بس انا مش انفلونسر، ام نوت مؤثره. انا اتمنى ان انا اكون مؤثره يا حبيبي. مؤثره فيا. هي يستر في قلبي. الدعوات بتاعه الختمه واليستر. انا خايفه ممكن نتكلم بجد لو سمحتي؟ احنا عايزين نتكلم بجد. ماشي اتفضلي. المنافسه طبعا شديده هنا، ولكن انا قدها يا بوسي. انا عارفه يا بوسي الكلام ده. تمام. انا ريناد يا بوسي. انا عارفه انك ريناد. شابو ريناد. طب ايه بقى اللي انت شايفاه كريناد مختلف عن باقي صناع المحتوى؟ What's the difference? Why people are going to hit the button? بتكريت من عندك الناس. انا مختلفه عن الناس في ايه؟ مختلفه ان انا ان شاء الله باذن الله انا ريناد، وهفضل ريناد. ممكن اكمل لو سمحتي يا امينه؟
انا ريناد وهفضل ريناد. يعني انا زي ما انا وهفضل زي ما انا، مش اللي هو الشهرة بقى هتتغيرني وان انا بقى هبدا لا سيم بيرسوناليتي. وانا زي ما انتوا بتشوفوني على الفيديوهات انا هياها على الكاميرا. واهم من كل ده ان انا بعيش اللحظة زي ما هي وهعيشها زي ما هي وهتشوفوها زي ما انا عشتها. ما فيهاش اي ابداع، ما فيهاش اي نفاق، ما فيهاش اي حوارات. مش معنى كده ان الناس اللي هي بتعمل كده فيها بتنافق او بتعمل كده. لا مش ينفع احنا نتكلم على حد منتج يا باول. تمام. لا بس اللي انا مختلفه عن الناس فيه ان انا الطاقه. قولي لي الطاقه. طب يعني انا عايز اسالك سؤال، السؤال ده بيتسال لي على فكره. انت دلوقتي عينيكي فيها حزن يعني عينيكي فيها طاقه يعني اقصد لو انت دلوقتي الطاقه اللي دايما بتظهري فيها على السوشيال ميديا، انت الوقت اللي ما بتبقيش قادره بقى تدي الطاقه دي، لا مش هدي طاقه، بتعملي ايه؟ ما بتطلعيش؟ لا انا مش يعني مش هعمل في نفسي كده. انا برضو يعني احنا اصلا عندنا عارفه عندي اللي مكفيني. مش I'm not gonna fake any moment يعني خالص. لا مش فيكينج بس لا مش هعمل كده بجد. لا على ايه يعني؟ واصلا ليه انا يعني ليه انا اكون قدام الناس بضحك وانا من جوايا اصلا متضايقه؟ او ليه ان انا اطلع عشان اعمل تضحكي؟ اصلا انا بعمل كده اوقات. انت كل ببقى متضايقه بس ببقى عايزه اعمل لا خلاص انا عايزه كن بقى كده واعيط. لا ما انا هعيط، انا عايزه كن بس كده. هطلع لهم بقى عشان اتبسط على الاقل. فاهم؟ انت مش عارفه برضه شخصياتي. في ناس فعلا يعني انا جوزي ممكن يعني ما بيحبش ان هو يعيش اللحظه بحزنها، خلاص يعرف يطلع منها. انا اللي هو لا خلاص لو انا عايزه ازعل للاخر، انا عايزه ازعل تمام. وفي ناس زيك كده اللي هو ايه لا خلاص انا هفرح، يمكن لما اعمل حاجه انا بحبها هفرح. انا ممكن اسافر، ممكن اروح مثلا مكان جديد، ممكن اخد واحده صاحبتي زي كده يا بوسي ونطلع مثلا نقعد نضحك يلا يا حبيبتي نطلع انجاجيه دلوقتي. احنا هو طلعنا على بودكاست. طب عايز اسالك سؤال. اتفضل. شايفه البلان اللي انت حطاها مبدئيا بلان مترتبه كويس، ولا هترجعي تعيطي لي في الهاتف النقال؟ ده اول حاجه. تاني حاجه هتوديكي لفين؟ الفكره اللي انا عاملاها فكره جامده جدا ان شاء الله، واشتغلت عليها جامد انا وتيم حلو، ناس بروفيشنال وناس شاطره وانا عارفه ان الموضوع ده هيعجبكم ان شاء الله. باذن الله هيعجبكم. هياخدني فين بقى؟ بصي مش هقدر ان انا اقولك هياخدني فين لسبب. انا مبسوطه دلوقتي قوي. صح. مبسوطه بفكرتي جدا، مبسوطه جدا ان انا عملتها وطلعت بالشكل ده، ومبسوطه ان انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا هيبقى هثق في ناس هتعمل بالظبط زي ما انا بفكر، هتشتغل على حاجه زي ما انا عايزاها بالظبط. وخصوصا ان انا يعني مش هعرف اشرح لك بالظبط انا عايزه ايه، لا هم كرييتيف اصلا. صح. فمعنى ان احنا نطلعها بالشكل ده يبقى ان شاء الله هتبسطني وهبقى مبسوطه منها. هنبسط احنا كمان. ولكن بحلم بايه بقى؟ بحلم ايه في المستقبل كده؟ انا بحلم ممكن تحطوا جنبي الموسيقى اللي هي بحلم نعيش في سفينة. بحلم ان انا البرنامج ده يبقى بلاتفورم كبير جدا، يكبر بقى. يعني مثلا يبقى في الوطن العربي الناس كلها عارفه على فين يا ريناد، يبقى براند بقى كبير، او الناس كلها تبقى عارفاني من على فين يا ريناد. هنعمل بادجيت كلنا باج على فين يا ريناد، على فين يا ريناد، طاقيه بقى على فين يا ريناد. فاهمه اللي هو ايه على فين يا ريناد، ويطلع بقى كاركتر كده اللي هو بتاعي على فين يا ريناد. لا نفسي البلاتفورم ده يكبر قوي بصراحه، يعني بدون هزار. الكاركتر ده ممكن تحط تعمليه كرتون فعلا. نفسي يكبر، يبقى يتعمل منه كرتون، يتعمل منه. اظن ان شاء الله هيكبر. عندي امل والله العظيم. يا رب امين. انا شايفاه. مش متخيله انا مبسوطه جدا للفكره دي ازاي. مش متخيله انا قد ايه فرحانه ان انا عملت حاجه زي كده في قلب ما انا كنت في عز الحمل والولاده والكلام ده كله، ان انا قاعده بفكر في سكريبتس. انا كاتبه السكريبت من ايام انا كنت حامل، السكريبت بتاعت كل حلقه وهروح فين وهاجي منين وهعمل ايه وهسوي ايه، كل ده والله. لا اللي هو انا مش يعني هو ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صح. وانا متاكده ان ربنا هيسعى معايا في الموضوع ده، لان انا اشتغلت عليه من كل كبز كل كبزه ووركه كل كبز كنت شغاله عليها. يبصي ماشي. تحبي تقولي ايه للناس اللي متابعاكي والناس اللي مش متابعاكي؟ لا الناس اللي مش متابعيني دول خشوا حالا دلوقتي اعملوا لي فولو ولايك وسبسكرايب. يا جماعه الخير دي بتقول لكم عامله برنامج 4 حلقات وتعبانه عليها، وفي عيال وفي مسؤوليه وفي كلام وفي فاشن وفي بتاع. لا معاكي حق. المفروض تعملوا فولو دلوقتي. نعمل فولو ونعمل لايك ونعمل سبسكرايب ونشجعني ونقول لا ونعمل شير.
اللي هم هي بتبقى عامله زي السهم ده، حركه الاكسبلور. حركه الاكسبلور. انا على فكره كنت هموت واعرف يعني ايه حركه الاكسبلور. انت عرفتي ايه؟ انا عرفت بعدين ان هم لما يعملوا يضغطوا على الشير كذا مره تبقى دي حركه اعملوها بقى. تمام. اما بقى الناس اللي بتتابعني، فانا فعلا اتصدمت بان الناس شايفاني زي ما انا. والله العظيم انا كنت كل ما افكر ان انا اكون حد بيطلع على الفيديوهات يتكلم واشوف الناس بتنتقدهم وتقعد تشتم وبتاع وكده، انا كنت بترعب. انا اللي بيقول لي كلمه وحشه صح. انا لو في حد قال لي كلمه وحشه بس اللي هو انا ماشي خلاص باخد. بس بجد ان انا تكون الناس حباني وتكون شايفاني زي ما انا ويعني يعني بيقولوا كلام حلو بصراحه. لا 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 انا ما كنتش ابدا متخيله. وهفضل عند يعني يا رب هفضل يا رب افضل عند حسن ظنكم. الحمد لله قلتها عند حسن ظننا حبيبتي. خلاص يا رب افضل عند حسن ظنكم وتفضلوا شايفيني زي ما انا وتفضلوا حابيني وحابين البت امينه اللي غلبان. اقسم بالله غلبانه غلب طيبه طيب. حاسه بتشحتي عليا. طيبه طيب. كرمشولها 5 درهم. كرمشولها 5 درهم. 5 درهم امينز. يس. فان شاء الله باذن الله يعجبكم الحاجه بتاعتي بس انا محتاجه التشجيع بجد. يعني انا محتاجه شجعوا يا جماعه بقى، شجعوا. انا حاسه ان في حاجه حلوه هتحصل والله العظيم. خلاص بصي انا مش هي في خلال الحلقه دي لما تتذاع هتكون اتذاع اول حلقه ولا هكون لسه ما نزلتش؟ والله ما عارفه. يعني انا بكره هنزل التيزر، النهارده هنزل التيزر، ممكن بكره. الراجل قال لي ان شاء الله باذن الله هيعمل لنا ماونتج يا باولو. هيعمل لنا الايديت ماشي حلو. طب انا هطلع امتى في البرنامج ده؟ انت مش عامله حسابك بيا؟ تصدقي ان احنا مش جايباني اعلن على البرنامج بس مش جايباني في الشو. يلا لو سمحت اقفل اللقاء ده. لا احنا هنعمل حلقه مع بعض في ايه بقى؟ في ايه؟ في الغذاء. عايزين حاجه اكل كده. اديتك فكره دلوقتي انا والله العظيم. بقول لك ايه، احنا ممكن نعمل حلقه عن الاكل انا وانت. ايوه يلا. طب الاكل الاماراتي. هلا حياكم اهل الامارات. شفتي الحركه بتاعتي؟ ايه ده ايه؟ مش دي اماراتيه ولا سودانيه؟ امينه. الحركه دي بالضفاير. حاسه انك تعبان كبرى. عارفه انت يس نعمل حاجه مع بعض. احنا ممكن نعمل حلقه انا وانتي على الاكل. طب انتوا نفسكم تشوفوا مننا ايه؟ طب ما تقولوا لنا كده في الكومنتس، في التعليقات نفسكم تشوفونا احنا الاثنين نعمل ايه مع بعض. احنا ممكن ننفع في ايه؟ فاشن. والله العظيم ننفع في كل حاجه يا بوسي. والله العظيم. ايه يعني؟ ايوه احنا ممكن نفكر في حاجات. بس انا فكرت لك في فكره بنت امينه. ايه؟ لا دي هقول لك عليها بعد الحلقه. بس انا فكرت لك في فكره يعني فظيعه. امينه طب انا عايزه اسالك انتي بقى بتعملي ايه هنا في دبي؟ انا بعمل ايه؟ والله لا انا بعمل حاجات كتيره. يعني انا صانعه محتوى زوني. دبي جميله لان انت عندك فرص حلوه. دي حقيقه. يعني حاجات كتيره بتبقي قاعده طالما بتعملي شغلك وبتبذلي مجهود في حاجات هتجيلك وعادي. وبصراحه الايفنتس حلوه قوي. بيبقوا شغالين عليها كويس. الناس كمان طيبه قوي. لسه اصلا حصل معايا موقف بجد حسيت انه الاماراتيين دول طيبين جدا بجد. احكي لك بعدين. بس حصل معايا لازم دلوقتي. بس ربنا كرمك يعني. الحمد لله. هي بلد حلو. انت كده بقالك قد ايه؟ سنه. بقالك سنه. انت طلعتي انت طلعتي من عمان على مصر ومن مصر انا هنا. ايوه انا شفت اللقاء بتاعك مع صالح. يا لهوي كان فشيخ. مصر بقى. انا مش عايزه اقول لك انتوا الاثنين كنتوا بتضحكوا جدا بجد. انا بحب صالح قوي. لا كنتوا بتضحكوا جدا. حبيبه قلبي يا بوس. حبيبه قلبي. خد قلبي. المهم انت بتنصحيني بايه في موضوع الشو بتاعي؟ انا حاسه ان انا مش ما عنديش حاجه اقولها لك لان انت فعلا لو طلعتي بطاقتك دي في البرنامج ده لا انا حاسه هيكتسح. لانه مفيش حد بيعمل برنامج فيه الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي وبيبقى زيك. يعني دايما بيبقوا بيقولوا معلومات. النهارده انا رحت مش عارف ايه وتعالى اوريكم مش معنى ان ده مش حلو لا. بس حوار الطاقه دي في ناس بيبقى عندها طاقه. يعني انا مثلا مفيش حد عنده الطاقه دي بيمثلني. انا حاسه انك فاهمه بتمثلي الاشخاص اللي هو لا يلا مش عارف ايه كده. يا رب. انا عندي امل كبير جدا يا بوسي.
انا عندي امل كبير جدا الموضوع ده يكبر مني ويفلت مني، عارفه اللي هو لو ابص يعني انا نفسي يفضل كل شويه في ابديت للحاجه دي. يعني مثلا انا دلوقتي فكرت في تيك توك ومش عارفه انستجرام ريلز اللي هو انا ما بحبش ابقى نزلي يوتيوب على فكره. هنزل يوتيوب بس انا هقول لك على حاجه. انا حاليا دلوقتي بحب اركز في حاجه واحده بس. طيب ايه اللي انا هقدر عليه دلوقتي از وعندي عندي حوارات؟ لا هعرف اركز ان انا اطلع حلقات جامده تكون ريلز وتيك توك. هي الحلقه هتبقى قد ايه؟ ساعه ونص. ساعه ونص ايه، دقيقه ونص بجد. ده حلو قوي، ده ميني سيريز حلو جدا على فكره. والفكره كلها ان انا عايزه اركز في ده. طب طلعته بشكل رهيب هيطلع منه بقى هيطلع منه كل شويه بلاتفورم. حلو انت فاهمه؟ هيطلع منه بقى حلقات على اليوتيوب بيهايند ذا سين، هيطلع منه ممكن نعمل يعني نعمل فكره تانية خالص، نعمل مثلا جزء تاني بس يكون حوار تاني. هنفضل كل شويه نصعد منه. صح. انا نفسي افضل كل شويه افكر في فكره جديده. انت تعرفي يا امينه ان انا بجد بحب كل مره انشغل بفكره واشتغل عليها. عارفه لما تكوني اكسايتد ان انت هتنقلي على بيت جديد فانت تبداي ان انت تظبطي الحاجه بتاعته. انا بجد طول الوقت نفسي يكون في حاجه جديده داخله عليها عشان اقعد افكر فيها. شاطره والله، فخوره بيكي. انا نفسي بجد، انا نفسي اقول لها كلمه للناس انه الطموح او الشغف لا حدود له. لا حدود. مش عايزه اقول كلام اللي هو المسمع ده. بس عايزه اقول لكم انه لما انت تنشغل بنفسك هتبص تلاقي نفسك بتطلع افكار رهيبه. انشغلوا بنفسكم يا جماعه. احسن من انك انت تقعد تفكر في حاجه تانية او تفكر في مشكله او حوار ومش عارفه مين زعلك ومين عمل لك ومين بتاع. بتضيع وقت جدا. ضيع وقت ومجهود. focus on your personality, on yourself, on your love yourself, buy yourself ice cream. المانيكير بتاعك يهبل بجد هتموت على ضعف. ايه الجمدان اللي احنا عملناه ده في دبي بلينج. كلميني امتى هنطلع احنا في دبي بلينج؟ احنا ايه المشكله لما احنا نكون احنا الجزء الثالث من دبي بلينج؟ لا هو بس البلينج فين؟ طب انتي نفسك تكوني انهي شخصيه؟ يعني انتي دبي بلينج؟ يا لهوي، انتي حابه تكوني انهي شخصيه؟ ابراهيم. بجد ابراهيم عسل فشخ، انا بموت فيه. انا شفته مره كنا احنا اتقابلنا في ايفنت بتاع تيك توك. اول ما دخلت قلت له بس بقول لك انا بحبك قوي، فهم واقفين جنبه الوقت. طب انا بحبك انت قوي. انا بحبك انت جدا. انا بحبك انت لا بموت فيه ساعه لما بيقول لي انا ابراهيم الصمدي. شفتي انت شفتي دبي بلينك 2؟ انا ابراهيم الصمدي وهذا لساني انا اقول اللي ابي اقوله وما اقول اللي ابي اقوله. بموت فيه بجد. احذرني ولا مش عارفه قال ايه. انت خافي من لساني. ايوه خافي منه. هذا لساني خافي منه. وصفا رهيبه. رهيبه. صفا يا لهوي باربي قوي. لايك انا عادي بابا فيرجيني ريلاكس. هي ليه عملت كده بجد؟ ليه قالت كده؟ بقول لك ايه، انا عايزه برضه ابقى لوجين عمران. الازياء لا الازياء مش شبهنا خالص. حته في تانية خالص يعني كده. هي جميله متنظفه قوي. تحس انك تخافي يعني. انا لما بشوفها مثلا واحضنها بخاف عليها مني. فظيعه. انا مره بقول لها قولي لي بحبك في المايك. انا عملت لي بحبكم في المايك. بقول لها قولي انا بحبك. انا بحبك. انا قولي كامله ولا قالت لي بحبكم كلكم. ايه يا انت عايزه تفضلي عادله كده لحد امتى؟ عارفه ارجوك اعملي حاجه وحشه. طب تحس انك عادي يعني مش فاهمه بني ادم عاديه. قولي بحبك. انانيه يا شيخه مره يعني. لا وكمان اللي هي اسمها ايه دي I'm the company اسمها ايه؟ زينة. وكمان بحب زينة في انها طول الوقت عايزه تعيش دور اللبنانيه اللي هي بس تحسي ان زينة اللي هو عايزه تبين ان انا فاهمه. انا سعد الداني. انا اقدر. انت مين حرفيا والله العظيم. الكاركتر ده هي انا سعد الداني. انت مين؟ هي كده. هي طول الوقت كده. لا هو دبي بلينكس بصراحه انا بقعد بقى ايه بالليل كده بجيب لقمه كده، بجيب شيبسي بلبنه. انت جربتي الحوار ده اسمه ايه؟ حار نار صح؟ ده احنا طلعنا من الحوار تماما مش عارف. احنا قاعدين على البسطه، على البسطه اقصد على البسطه. بصوا بتضحك ازاي؟ في ايه؟ انت كده خلاص تعبان رسمي. خلي بالك بالشعر بالدراع. في ايه؟ لا طلعنا جدا على الحلقه. بصي بس انا حابه ان احنا الناس شافتنا مع بعض قاعدين كده فاهمه. قعدت احنا ممكن نسمي الحلقه دي ايه؟ قعده ايه؟ قعده رغي. قعده لت وعجن. انت عارفه ان انا نفسي اعمل برنامج اسمه لت وعجن؟ طب والله العظيم اعمليها. انا بجد كنت هي دي الفكره اللي انا كنت عايزه اقول لك عليها. اللي هي اعملي بلاتفورم
اللي هو مثلا اسمه جوسبس، اسمه قعدة رغي. نطلع نتكلم عن الناس، اتكلم تطلعي. عنك بقى، اتكلم عن انفلونسر تاني كل بس كده انت لايف. بس انت تتكلمي عني ليه؟ ما مش هو انا فاهمة. هتكلم معاكي مثلا عن انفلونسر وبعدين اجيب الانفلونسر دي تتكلم عنك. امينه مش تتكلموا عليا، ايه ده؟ يعني مش انت تتكلموا بوظتي عليا. فكره ما البرنامج. تجيبوش تتكلموش عني. ما تتكلموش عليا. انت عايزه تجيبي ده انا سيرتي ليه؟ قبل ما اقول البرنامج هي ما تتكلموش، ما تفتحيش مش سيرتي، فاهمه ما انت تجيبيهاش. بجد بتجيبي سيرتي ليه يعني؟ مش ما فاهمة. يمكن يبقى بالخير، ما هو احنا مش لازم كل حد هنتكلم عنه يبقى بالشر. ماشي، بس انت لو بقى بالخير. انت واعمالك، ها لو انت قلقانه كده انت وعملك عارفه، بالظبط حسيت ان انا بتحاسب قوي. بالظبط. لا بس انت ايه اول فيديو انت بتحبيه لنفسك؟ فقره الفساتين بتاع الميد جالا، اول فيديو. لا هو ده اللي ده كان تحفه بجد. وش الخير عليا من جالاجي يا، والناس كلها حبيتها. انا برضه استغربت اللي هو انا بعمل ده اصلا مع صحابي كل يوم، فدلوقتي بقيت اعمله شغل اللي هو اوكي. لا فلا لا أنا فاجر. وعلى فكره انت ناس كتير بتحبك يا بتأمين، كتير. انا نفسي شفتها في كذا ايفنت، مثلا ابص الاقي ناس تسيب كل اللي قاعدين ويجروا على امين، يقعدوا يحضنوا فيها وبوسوا احنا بنحبك، ممكن تقيمينا. كتير ناس قالوا لها كده قدامي بصراحه. انا بحبك قوي. لا بس انا حبيت ان انت بجد عامله، يعني انت كمصريه، الناس دايما اصلا واخده علينا ان احنا دمنا خفيف، تمام، بس انه هي امينه دايما عندها فايبس بتاعتها كده. حبيبتي خدي هارتس. ممكن نعمل اس ام ار في اخر 5 دقايق؟ نعمل ايه؟ اس ام ار. ايه اس ام ار يعني ايه؟ ريلاكس. ده اس ام ار فين انا قلت اعمل اسمار، ده اس ام ار في ركن. ما عملتش اسمار، هي دي ما كانش اسمار. قلت احط التاتش، احط التاتش بتاعي. انا عامله بقي عملت فيه وشلته والله العظيم، حتى الدكتور عارف في عمان عملتها وشلتها ورب الكعبه. ايه ده انا فاكراكي نفخه بقك تماما. رحت عملته جوزي راح فاكراكي عامله تكساس. نو واي والله العظيم وحياه عيالي جامده. يبقى ما تضربيش اي حقن بقى بصراحه. لا بصراحه انا يعني اوقات بعمل، بس انا دلوقتي مش عندي، عملتها بقالي سنه. بعمل بوتوكس هنا تمام وبس، لكن مش بحب يعني، بقالي كتير قوي ما عملتش. ما تعمليش. لا بجد ما بعملش، لان انا دايما حاسه ان احنا واحنا صغيرين لسه جلدنا حلو، يعني لسه بشرتنا حلوه. يعني نبدا نعمل من امتى؟ مثلا 39 كده. 39 هو انت 39 كده كبرتي؟ بس لا امال ايه؟ الناس هتزعل مني. طب استني بسرعه. ماشي 55 صح. انت برافو عليكي في السوشيال ميديا، شاطره، تعرفي تردي. انا برافو. اصل 39 هقول لك على حاجه، لسه بقيت شبابك. انا هقول لك ليه انا بقول 39 كبيره. انا لما انا كنت عندي 22 سنه، وخصوصا ان احنا الكورونا لما جت انا كنت عندي، بس انا كده بقول سني، بس انا عادي قايله. هو انت عندك كام سنه؟ انا عندي 32 سنه. بجد؟ انا ايه شكلي كبير ولا انت بتعملي كده ليه؟ لا انت عشان عندك عيال بس، ففكرت انه اكيد سنك اكبر، بس شكلك لا. يعني انت من غير ما تقولي انك عندك عيال كنت ممكن اجيكي مثلا يا بنت ورابط 16 سنه. لا يستر عرضك. يسرع عرضك الختمه الشريفه. انا خايفه قوي، انا خايفه من حلفاناتك. انا بقيت من الزقازيق. انا من الزقازيق، فاهمه ازاي؟ فانت عارفه الكونسبت اللي هو الختمه بتاع فكده. المهم انا عندي 32 سنه بس. لا وقت الكورونا، لما الكورونا جت كنت انا 28 سنه. ماشي. كنت بعمل عيد ميلادي، بعدها هوب فجاه هوب تريب. انت عيد ميلادك ال 28 ده كان مرعب على كده. تريب بصيت لقيت نفسي 32 سنه. صح. واصلا بعد كوفيد كل حاجه جت بالظبط. واحنا اصلا في العشرينات كنا دايما متخيلين اللي عندهم 35 دول كبار قوي يعني. انت فاهمه ازاي؟ فلذلك انا لما قلت انا راجعه تاني لنفس الموضوع عشان خاطر الناس ما تشتمنيش وتحبك انت، اللي هو 39 سنه ان هم يعملوا بوتوكس وفيلر، بس لان كل الناس دلوقتي بتعمل بوتوكس وفيلر تمام، ومن حق كل مواطن ان هو يعمل بوتوكس وفيلر، لان البوتوكس من حق كل مواطن 3 مللي فيلر. بالظبط، من حق كل الناس انها تعمل. ما تعملوش اي. انا ضد الموضوع ده. بعدها بشهرين هتلاقوني ازيكم عاملين ايه النهارده. انا ما كنتش ضده قوي. براطم. انا ما كنتش ضده قوي. ما كنتش ضده جدا. قلت جرب. في البرنامج بقى، في السيزون 2 بتاع البرنامج بتاعك ولا 3 عاملين ايه النهارده؟ انا وانا بقدم. يا جماعه فكره الهستير اللي انتوا تحبوها انا النهارده رينات. خلاص. بس يا جماعه انا
انا مبسوطه قوي أنا والله. طب اقول لك على متحمسة. حاجه، ممكن نعمل الموضوع ده كل اسبوع والله العظيم، هنطلع والله كلام. يلا. تيجي نعمل حلقه والله والله يلا. العظيم انا مستعده ان انا اعمل حلقه من ضمن الحلقات اسمها رغي مع امينه. الله اكبر. تمام. اعداد، قالت تصوير، إيه؟ اخراج، قالت انا ايه؟ روتانا. بس. ده التصوير. انا المنتج، عارفه. انا انا المدير. السبكي. انا المدير هنا، انا السوبرفايزر. اقسم بالله يا امينه نعمل حلقه اسمها طب انتوا لو موافقين على الموضوع ده وحبيتوا قولوا لي الدويتة في دي، الدي ام، قولوا لي في الدي ام بيني وبينكم، عشان مثلا لو كان كده لو مش كتبتوا في تحرجوها. الكومنتات عشان بس ريناد. مشاعر ريناد. عارفه عشان مشاعر ريناد. انتوا لا لو انتوا بجد موافقين على الموضوع ده بجد. اللي هو انا موافقه، ماشي احنا موافقين، ما نعمل الرغي ما دام احنا موافقين. يعني هي عايزه تسيبكم على جنب. لا والله يا ونعمل جماعه خير، عايزه اطلع لكم حاجه كده تمام. فاخر على الاخر. انا والله اعمل فاخر لها من انترو بقى، وانا وامينه كده نيجي بكاركتر كده اللي هو ايه تن 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 تن، وبعدين رغي مع امينه او نرغي بقى. فاهمه. نصوت جوسبس. نلطم نعمل نيجي حاجة. هنا بقى نروح قايلين لكم اخبار اللي حصل الاسبوع كله. الله. امينه والمصحف المصايب فكرة. كلها. بقول لك ايه، والمصحف فكره ننزل من المنصه فشيخه. ما انا يا بنتي بقى على فكره ممكن، انا عرفت ممكن نعمل ايه. ممكن تطلعي معايا، انا اوريدي بعمل برنامج مشاهير كل شهر ونرغي، ولسه حسام حبيب وشيرين متطلقين، فيلا والله. لا مش قادره، دي مش قادره، دي هتجيب لي جلطه. لا لسه حسام حبيب. ده حوار لوحده، ده كونتنت. لا ده لازم نقعد له بقى، فاهمه؟ نقعد له بجد. شيرين والله العظيم بتعمل كميه محتوى لناس اقسم بالله مضحكه بصراحه، مش قادره عليه. لا بس انا اتبسطت جدا وانا النهارده كمان، ومش هتكون بجد. اول مره. انا حاسه ان احنا نقعد كتير يا بوس. نشوف احنا عايزين نتكلم عن مين ونتكلم عنه وننم عنه. انت هتعملي ايه بعد ده؟ يلا نخرج، نيجي نطلع دلوقتي يلا حالا. ممكن نختم. انا بحب ريناد قوي، انا بحب شوفوا البرنامج بتاعها، تابعوها على قناتها اللي هي احنا هنحط اللينك، هو ده على قناتك اصلا. ده هيكون على انستجرام وتيك توك. اتس ريناد فتحي. ريناد فتحي. استنى ما اعمل. انا حاسه ان احنا هنستمتع قوي يا بوستي. انا عايزه اعمل اللي هي اتس ريناد فتحي. تابعوني، اعملوا فولو، سبسكرايب، وفعلوا لا في زر ده جرس. فعلوا على فكرة الجرس في- على يوتيوب. طب والله العظيم في انستجرام. نوتيفيكيشنز. ايوه على فكره أنا فعلوا مش فاهمه الجرس. حاجه. فعلوا الجرس. فعلوا زر الجرس. اوكي على الانستجرام. تعالى نعمل كده. رمز القلب. ريناد برشحي لي الانتخابات. طب اغني لك اغنيه، اغني لك. ماشي يلا اديني. هغني اغنيه ماشي. وعلى تلعوني لا بجد هغني ماشي، حلو. مش ماشي مهم. يلا اغني لك ايه. قولي لي اغنيه وانا اغنيها لك. صدقيني لو بايدي اه كنت اشيلك بين يلا. وريدي. استني يلا وانا صورك. صدقيني لو بايدي كنت انت قلتي اشيلك. هتغني بصوت حلو. بصوت حلو. اوكي يلا. والله العظيم هغني بصوت حلو. استني. اغنيه ايه؟ يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين. هغني بصوت حلو. انا ما كنتش عارفه ان صوتك حلو. هغني بصوت حلو. ماشي ثواني ما تكمليش كت. ماشي. يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبري في هوايا دليل. يا لهوي يا بوسي. متعددة المواهب البنش دي هي. انا ما كنتش عارفه ان صوتك حلو. إلى المنتجين. انت قايله ده على السوشيال ميديا؟ خبر حصري انا طلعته منها، اخد الكريدت لنفسي على طول. تحفه بجد. يس ايه ده؟ ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه عن الغنى، وهتسمعوا احلى فيديو كليبات. انا اصلا كاتبه في اسئله للناس على الانستجرام، الفكره بتاعتي هتكون ايه، فيديو كليب ولا ميني سيريز. بس انا بفكر ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديو اعمل لكم حاجه صوت. امينه يلا عشان اقسم بالله القعده دي مخليانا مش عارفين نتكلم. يلا